بُص يا سيدي، السؤال اللي دايمًا أي حد بيدخل مجال العقارات، إمتى أبيع؟ هل أبيع لمّا السعر يعلى والّا أستنى أكتر والّا أبيع علشان أنا محتاج سيولة؟ في الحقيقة قرار البيع في العقارات مش قرار عاطفي، ده قرار لازم دراسة ليه. أول حالة تبيع فيها لمّا أنت توصل للهدف اللي أنت اشتريت من أساس عشانه، يعني أنت لو اشتريت وحدة تحت الإنشاء بهدف إنها لمّا تتبني تعرف تبيع بسعر عالي، ولقيت السعر زاد بنسبة كويسة، بنسبة تتراوح من 30% ل40% من إجمالي سعر الوحدة، وكان ده التارجت بتاعك من الأول، يبقى ساعتها تبيع وده البيع المنطقي. الغلط إنك أنت تطمع وتقول لأ هاستنى ده السعر لسه هيزيد تاني، وفجأة السوق يحصل فيه حالة ركود أو الأسعار تهدى أو تكون ثابتة وأنت ساعتها مش هتعرف تبيع. تاني حالة تبيع فيها لما يكون السوق في أعلى قمته. السوق العقارات زي أي سوق في الدنيا، يعني بيكون ليه دورات، دورات بيبقى فيه في أعلى قصوى ليه، أعلى سعر ليه، ويكون فيه الأسعار بتتزايد باستمرار، وفي أسعار بتكون فيها ثابتة وبيكون فيه ركود، وأنت لما تكون في الوقت اللي هو أعلى حاجة تقدر ساعتها تبيع، لأنه أنت ساعتها دي أعلى نقطة هتقدر تحقق منها إيه؟ ربحية. وتالت حالة واللي لاحظت إنه الناس بتشتري بدافع الخوف من التضخم، ساعتها أعرف إن أنت وصلت للقمة، وساعتها تقدر تبيع وأنت كسبان. رابع حالة أنت تقدر تبيع فيها لو أنت عندك فرصة استثمارية أحسن، بمعنى أنت لو عندك شقة سكنية معدل العائد بتاعها 5% أو 6% وقدامك مشروع تاني تجاري أو إداري نسبة العائد بتاعه بتتراوح مثلا من 10 ل 15%، ساعتها تقدر تبيع وتشتري في الفرصة الاستثمارية دي. في الحالة دي بنقول عليها إعادة توزيع الاستثمار، ودي مش مجرد بيع وخلاص، ده بيع بهدف. خامس حالة لما يكون العقار نفسه أو الوحدة عبء عليك، بمعنى إيه؟ الطبيعي إنه العقار أساسًا ماشي في اتجاه يخدمك، بيخدمك بمعنى إيه؟ بيولد لك عائد إيجاري أو بيزيد في قيمته، بس إن أنت توصل لمرحلة إنه العقار ده بيبقى عبء عليك، إنه عليه تكلفة صيانة عالية وأنت مطالب تدفعها شهريًا أو سنويًا، إن أنت معدل الإيجار في المنطقة دي نفسها بيقل، الطلب على المكان نفسه ده خلاص بقي معدوم، مش هيبقى في تطورات للبنية التحتية أو الكثافة السكانية نفسها، ساعتها أعرف إنه أنت لازم تبيع، لإنه دي معناها نقطة موت السوق. خلّيني أقول لك إمتى ما تبيعش، قرار البيع هيكون أكبر غلط ليك. كتير من الناس لمّا يسمعوا إشاعة إنه سوق العقارات خلاص هيحصل فيه إيه، هيُقع، هيبقى في فقاعة عقارية، ساعتها يجروا إيه، يبيعوا، وده أكبر غلط. العقارات أساسًا دي سلعة طويلة المدى، استثمار طويل المدى، ساعتها أنت ما تبيعش، البيع ساعتها هيكون بخسارة. تاني حالة أنت ما تبيعش فيها، لو أنت هتبيع عقار وأنت ما عندكش خطة مكملة ليه، بمعنى إيه؟ أنا هابيع العقار ده ب10.000.000 وأنا مش مخطط ال10.000.000 دول هابيع بعد ما أبيع هاعمل فيهم إيه؟ لأ ساعتها ما تبيعش، لإنه البيع ساعتها أنت هيدخّلك في حتة إيه؟ إنه أنت الفلوس بتاعتك هيحصل ليها تضخُّم، تضخُّم بمعنى إيه؟ أنا بِعت شقة ب3.000.000 تمام، وركنتها مثلًا، والفلوس دي ما عرفتش أستخدمها، هاجي أشتري الشقة دي نفسها بعد فترة هتلاقيها زادت وال3.000.000 إيه؟ حصل لهم تآكل مع التضخُّم. مثال تاني، لو أنت مثلًا اشتريت شقة ب1.000.000 جنيه وجيت بعد سنة لقيت سعر الشقة دي 1.500.000، كده أنت معناها كسبان نُص مليون، هل في الحالة دي أبيع؟ والّا أسأل نفسي 3، 4 أسئلة، يعني مثلًا السؤال الأول هل المنطقة دي في تزايد على الطلب؟ هل المنطقة دي داخلة تطورات من ناحية البنية التحتية من اتجاه الدولة والّا لأ؟ لو الأسئلة فيها زيادة وفي السوق بيزيد والدولة متوجهة عليها والخدمات بتكتر والناس بتطلب المكان ده كويس، معناها إنه السعر لسه هيزيد، ساعتها أنت تقدر تقعد سنة و2 وأنت كل ما هتقعد السعر بتاعك هيزيد وهتكسب أكتر، ساعتها ما تبيعش، هتبيع معناها إنه أنت بتخسر فرص بديلة للربحية بتاعتك. ولو الإجابة لأ وأنت متأكد إنها لأ، أنا باقول لك بيع، ساعتها السوق أو المنطقة دي وصلت لحالة التشبع، ساعتها بيع وأنت متطمن، لإنه أنت لو استنيت
هتبقى في ركود وهتخسر. حُط في بالك حاجة تانية، العقار ده مش سلعة نفسها تقدر تبيعها بسرعة، بمعنى إيه؟ العقار الوحيد من البيعات اللي بنقول عليها الطويلة، اللي بتاخد فترة عشان تعرف تبيعها، مش بتتباع في يوم وليلة، يعني ممكن توصل معاك من 3 أشهر أو 6 أشهر تمام، عشان تعرف تبيعها صح، مش تبيعها أنت ومستعجل أو أنت ومزنوق، فتقدر تنزّل من إيه، من سعرها أو المشتري بيتفاوض عليك على زنقتك. فلأ، أنت اعرف إنه الفترة دي بتاخد فترة كبيرة، عشان تبيع بيع صح. لو أنت استعجلت في البيع، اعرف إنه أنت هتبيع بيع اضطراري، وساعتها هتخسر جزء من رأس المال بتاعك والربحية. في الآخر قرار البيع لازم يكون مبني على 3 حاجات: هدفك ووضع السوق والبديل. واسأل نفسك: أنا اشتريت ليه؟ أنا وصلت للtarget بتاعي والّا لأ؟ في فرصة أحسن والّا لأ؟ لو الإجابة واضحة على الأسئلة دي، يبقى القرار سهل. العقار مش سباق سرعة، ده سباق لنفس طويل، واللي بيكسب مش اللي بيبيع أسرع، اللي بيبيع في الوقت الصح.